إنه خنجر مرصع بالفضة الخفيفة. إنه من إرث أبي يا سيدي. كل شيء له ثمن، هو غال على قلب صاحبه. هل عجبك؟ كم تريد ثمن هذا الخنجر؟ وكم تقدر ثمنه أنت؟ هو خنجر عادي ولا يتجاوز ثمنه ماذا تقول؟ إنه موروث عن أبي وعن جدي ويساوي ثروة كاملة. ها، ثروة؟ لم يتبقى إلا أن تقول لي بأنه كنز ثمين. خذه، ليس لي حاجة في شرائه وليس لي مصلحة. انتظر يا سيد، انتظر. لا أريد هذا الكنز لي، خذه من هنا. وكم تدفع ثمنه؟ إنه خنجر عادي وليس كما تصفه لي. خذه، لا أريد شراءه. أرجوك، أنا بحاجة للمال. عندي طفلة مريضة وأحتاج المال وأريد أن أشتري لها الدواء. كم تدفع؟ تقديرا لظروفك ولصحة ابنتك سأشتري ب5 ريالات فقط. 5 ريالات؟ نعم، هذا ما أقدر عليه. إذا لم يناسبك بيعه لغيري. أمر لله، خذه وأعطني النقود. حسنا، وأنا سأشتريه. تفضل، مبارك عليك. مع السلامة. مع السلامة. هل فعلا الخنجر لا يساوي غير الذي دفعت له يا أبي؟ هذا الخنجر ذو قيمة كبيرة ويساوي الكثير. ولماذا دفعت له هذا الثمن الرخيص؟ لأنهم يستحقون ذلك. فكل من هو ليس بيهودي هم في الأصل أصحاب عقول خفيفة. وعليك يا بني أن تعرف من أين تأكل كتفهم. تعلم ذلك جيدا. فهمت يا أبي، فعلا هم أصحاب عقول خفيفة.